ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل الاسبونج البيتي بالدقيق العادي. شايفين شكله جميل جدا ما شاء الله، ناجح وهيطلع معاكم ناجح باذن الله. النتيجه روعه، هش وجميل، وكمان هو سعره حلو ومناسب. بس انا هقول لكم برضو كده واحنا بنشتغل انا ليه مش بشتغل بيه. شايفين شكله جميل ازاي؟ طالع مظبوط جدا ما شاء الله. عملت الشوكولاته وعملت الفانيليا، طري وهش وتحفة، مفيش أجمل من كده. وارتفاعه ما شاء الله معدي ال 12 سنتي كمان. شايفين هش وجميل ازاي؟ ناجح وجميل جدا، وان شاء الله هيعجبكم جدا لو جربتوه. بوريكم هنا الارتفاع معدي ما شاء الله ال 12 سنتي من غير تزيين ولا اي حاجة. يعني توصل معاكي بعد التزيين والحشو حوالي 17 او 18 سنتي. او ممكن طبعا تقسميها طبقات، يعني تعملي منها كذا تورتة زي ما تحبي. يلا بينا نسمي الله ونشوف مقاديرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت في بولة العجان 4 بيضات وعليهم غطا فانيليا سايلة. الفانيليا السايلة بتخلي ريحة الكيك او الاسبونش البيتي بالذات حلو جدا، وطعم البيض مش باين فيه. حطيت كمان نص كوباية مية الا حاجة بسيطة. وهحط معلقتين صغيرين محسن جل او معلقة كبيرة ممسوحة. مش هنكتر برضو في المحسن عشان ما يجيبش نتيجة عكسية. دلوقتي هنوزن الدقيق. انا بعمل بكوبايه ونص دايما، مش بعمل الاسبونج البيتي بالميزان بصراحه، بعمله بالكوبايه. بس بما انكم على طول لما احط بالكوبايه تقولوا عايزين بالجرام، ولما احط بالجرام تقولوا عايزين بالكوبايه. فانا قلت هوزن كده، دي كوبايه الدقيق اللي انا بحطها عملت 130 جرام. وبعد كده هحط النص كوبايه وزنت 70 جرام. فبقى مجموع الدقيق كده الكميه بتاعت الدقيق 200 جرام. كده تمام، كده بالكوبايه وبالجرام يبقى بالجرام 200 جرام، وبالكوبايه كوبايه ونص من المعياريه اللي انتوا شفتوها دي. هحط عليهم معلقتين نشا. دي المقادير الجافه طبعا، بحضرها في بوله لوحدها عشان هننخلها بعد كده. وهحط معلقه صغيره بيكنج باودر. انا بستخدم فوستر كلاركس او جرينز او كيك شيف لو عندك، يعني كله هيبقى شغال وكويس. حطيت كمان نص كوبايه سكر، وبعد كده هنخل المقادير كلها الجافه على البيض وبقيه المكونات التانية. كده تمام. المية انا حطاها ساقعة. المية بس اللي انا حطاها ساقعة علشان تمسك الاسبونج شوية، لكن بقية المقادير كلها كانت بحرارة الغرفة عادي. ضربت المكونات لمدة 6 دقايق بالظبط. شايفين طالع الخليط حلو جدا بسم الله ما شاء الله. بستخدم دقيق الضحى اللي هو متعدد الاغراض. وبعد كده بقلبها كويس جدا عشان لو اي حاجة تحت ما اختلطتش كويس ما تعمليش طبقة في الكيك مش مستوية من جوه. وبعد كده هحطها في صينية مقاس 18 متبطنة بورقة زبدة. ما شاء الله الخليط جميل جدا وبيطلع مرتفع قوي، والكيك بيطلع طري كمان جدا. بس انا ليه ما بستخدمش الاسبونج البيتي في شغلي؟ علشان انا من النوع اللي بنسى. ممكن انسى احط السكر، ممكن انسى احط البيكنج باودر، ممكن اجي اشتغل ملاقيش عندي مثلا دقيق او ملاقيش مكون من المكونات. فعلشان كده انا بعتمد في شغلي على الاسبونج الجاهز، علشان ما اقعدش اتعب دماغي واقعد افكر عندي المكونات بتاعته ولا لا. لكن طبعا لو انتي هتشتغلي بالاسبونج البيتي النتيجة دي حلوة جدا جدا. بسويها في فرن على درجة حرارة 180، وبتاخد حوالي 38 ل 40 دقيقة وتطلع بالشكل الجميل ده. شايفين شكلها تحفة ازاي وناجحة وجميلة جدا. هنقطعها مع بعض في الفيديو ده كمان، وبعد كده هنحشيها في فيديو تاني بإذن الله. انا عملتهم ميني تورت اللي هم ب3 طبقات، ما عملتهمش على بعض. فان شاء الله الفيديو هيعجبكم برضو. يلا بينا نعمل الكيكة الشوكولاتة. حطيت 4 بيضات وهحط غطا فانيليا سايلة. يستحسن يعني ان تبقى الفانيليا سايله في الاسبونج البيتي بالذات، لان مهما عملنا بالفانيليا البودره بيطلع طعم البيت باين. حطيت نص كوبايه سكر ومعلقتين المحسن صغيرين برضو مش مليانين. وهحط اقل من نص كوبايه ميه بحاجه بسيطه. هو الاسبونج الجاهز بياخد تلت كوبايه، احنا هناخد ما بين التلت والنص كوبايه للاسبونج البيتي. وهنوزن الدقيق بقى المره دي على طول. هاخد 180 جرام دقيق، وهحط عليهم بعد كده الكاكاو. هشيل بس الزياده كده علشان بعد كده لما احط الكاكاو الكيكه ما تبقاش ناشفه معايا. وحطيت عليها معلقه البيكنج باودر الصغيره.
ما بكترش برضو في البيكنج باودر علشان ما يعمليش فراغات في الكيك من جوه. وبعد كده هنخل المكونات الجافة على بقية المكونات اللي في العجان. ما بحطش الكاكاو من الاول، انا بضرب الاول 6 دقايق لحد ما الخليط يعلى معايا ويبقى متماسك وجميل، وبعد كده في الاخر بحط الكاكاو، علشان لو حطيته من الاول مش هيديني نفس الارتفاع والهيشان بتاع الخليط ده. كده تمام 6 دقايق. برضو لو بتعملي بالمضرب العادي يبقى تضربي 10 دقايق. هحط بقى معلقتين كبار كده كاكاو، هنخلهم كويس جدا علشان طبعا بيكون في تكتلات كده، هتبقى وحشة جدا في الكيك لو نزلت في الكيك من غير ما تنخليها. بستخدم الكاكاو الاسباني الغامق او الوسط على حسب الموجود عندي. طبعا نسبة الكاكاو بقى يعني انا بحط معلقتين معلقتين ونص كده علشان بحب الكيكة تبقى غامقة شوية، يبقى لونها شوكولاتة قوي. بعد ما بحط الكاكاو بضرب على السرعة الاولانية ويدوب تقليب بس، يعني شايفين تقليب بس علشان ما يهبطليش الخليط بعد كده. وبعد كده باخده اكمل بالاسباتولا علشان الخليط يفضل محتفظ كده بالارتفاع بتاعه وبالهشاشة بتاعته. اهم حاجة تقلبيه كويس جدا علشان اي حاجة بيضة من اللي هي الكيك الابيض لسه ما اختلطش كويس، بيدي شكل بقى مشبح بعد كده في التورتاية، ما تبقاش شوكولاتة كلها. برضو هحط الخليط في صينية مقاس 18. انا عملت لكم مقاس 18 علشان ده يعتبر اكتر مقاس مطلوب اليومين دول، يعني 16 بيكون صغير شوية، لكن ال 18 بيكون مقاس وسط وحلو جدا لأعياد الميلاد، فده اكتر مقاس مطلوب اليومين دول علشان كده عملته لكم. بساوي بقى الخليط كويس جدا، وعلى فكرة انا بخبط الصينية خبطتين كده قبل ما بدخلها الفرن علشان برضو من تحت تبقى متساوية، ما يبقاش فيها فراغات من تحت. برضو بسويها في الفرن، بس دي بتاخد 5 دقايق زيادة عن الكيكة الفانيليا. انتوا عارفين الكاكاو بيبقى تقيل شوية فبياخد تقريبا 5 دقايق زيادة، وبيطلع بالشكل التحفة ده. لو لسه مكملة معايا الفيديو لحد دلوقتي ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، علشان ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات حلوة كتير جدا. بسيب الكيك يبرد خالص قبل ما اقطعه او قبل ما اعمل فيه اي حاجة، انا بس بوريهولكوا دلوقتي. هو كان لسه طالع من الفرن طبعا، بس انا قلت اخلص الفيديو واوريهولكوا، لكن ما قطعتوش غير بعد ما برد خالص. شايفين الطعامة والجمال والحلاوة؟ ايه رأيكم في الكيك؟ جربوه وابعتولي تطبيقاتكم وان شاء الله هنزلها لكم على المنتدى برضو. الارتفاع حلو جدا ومناسب، وبيعلى كمان اكتر من الاسبونش الجاهز. تكلفة الاسبونش ده كانت حوالي 17 جنيه، تكلفة الجاهز لنفس المقادير هتعمل حوالي 21 او 22 جنيه. ده الفرق ما بينهم في السعر. هو الفرق مش كبير قوي، النتيجة حلوة. وبرضو انت بتفضلي الجاهز اشتغلي بيه، بتفضلي البيت اشتغلي بيه براحتك خالص زي ما تحبي. 7 طبقات، وشلت كمان الوش، وكمان الكيكة الشوكولاتة هتطلع 7 طبقات. والكيك هش جدا وطري وجميل ما فيهوش غلطة ما شاء الله. انا عملت منهم 2 نصين، وعملت واحدة فانيليا واحدة شوكولاتة، ان شاء الله هينزل لكم الفيديو اللي بعد ده. اشوفكم على خير.